وأسمع آيات التهاني والتبريكات إلى العائلتين الكريمتين، عائلة الثريان وعائلة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن يؤلف بينهم وأن يجمع بينهم في خير، وأن يرزق العريسين الذرية الصالحة الموالية لمحمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. نزل جبرائيل من رب السماء علم المختار سيد المرسلين، اقل يا مختار زوج فاطمة من علي الكرار أمير المؤمنين. اللهم صل وسلم على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وارحمنا بهم يا كريم، وبارك للمتزوجين وزوج الأعزبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من أصحابه وقال أحضروا أصحابكم وأشهدوهم أني زوجت عليا بفاطمة. فلما كانت ليلة الزفاف وكانت ليلة الجمعة أتى النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة اركبي، وأمر سلمان الفارسي أن يقودها، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله يسوقها، فبينما هم في الطريق محمد بركات صلى الله عليه وآله صيحة عظيمة، وإذا هو جبرائيل في 70,000 وميكائيل في 70,000 من الملائكة. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أهبطكم إلى الأرض؟ فقالوا جئنا نزف فاطمة على علي عليه السلام. فكبر جبرائيل
وميكائيل وكبرت الملائكة وكبر النبي محمد صلى الله عليه وآله. فجرى التكبير على العرائس من تلك الليلة، وجرت السنة بالتكبير إلى يوم القيامة. وكان تزويجها بأمير المؤمنين عليه السلام بعد مقدمها المدينة المنورة ب6 خلون من ذي الحجة الحرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما كان العام الثاني من الهجرة النبوية في منتصف شهر رمضان المبارك، ولدت بأبي محمد الحسن عليه السلام. ثم بعد 50 ليلة من ولادة الحسن عليه السلام علقت بالإمام الحسين عليه السلام. فلما أراد الله تعالى إيجاده وأكملت الزهراء مدة حملها، وضعت بالحسين عليه السلام في 3 من شهر شعبان المعظم في السنة 3 للهجرة. فلما أن كان له اللهم صل على ما في الخيام وقد سارت جباله إلا محب له في الركب في كل راحلة، والحزن في كل بيت فيه يعقوب